التفسيرات الغلط للدين. لا، ده بسبب زرع فكر. ما في تفسير خطأ، ما في، بالآخر في فطرة يا أخي. الله سبحانه وتعالى ما بيخلقش ذكر وأنثى، أن خلقنا من كل شيء زوجين الذكر والأنثى، أن خلقناكم من ذكر وأنثى. طول فترة الخطاب القرآني وهو يأكد أنه ده وده متساويين. مستحيل يخلق خلق ذكر ويدلع ويديه للجنة وحوريات، والأفلام الهندية بتاعت الحوريات دي. الحوريات أفلام هندية؟ طبعا أكيد ربنا مش فاتحها هناك أوتيل. عيب الكلام هذا. الله أرقى من أنه يفكر يجيب له واحد يفجر نفسه ويفجر الناس عشان يروح يشوف كم بنت. يا عمي يشوفهم هنا ويخلصنا إذا كان هذا الموضوع. فمش الفكر مش كده. بس في ناس كتير متعاقدة على ده، يعني ده فهمها عن الجنة. لا مش فهم، ده فكر اتزرع، فكر اتزرع اتسرب. وطبعا للأسف طبعا أكيد أنت لو تيجي تشوف المناهج هتلاقي كده الموضوع. لكن لما تيجي لفلسفة القرآن وحقيقة كلام الله، هذا الإله، هذا إله، هذا مش واحد جالس يلعب ويانا عشان يقول والله أنت لو جيت الجنة أنا هحط لك بنات.